مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شلون صحة؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. جيتكم اليوم فيديو جديد ومهم للناس اللي ناوية تجي ألمانيا، الناس اللي تريد تجي ألمانيا عن طريق الدراسة أو العمل أو التدريب المهني. فقبل ما تجي أنت لازم تفهم الوضع شلون يمشي، إيش قد تدفع ضرائب للدولة، المن تروح هاي الضرائب، هل الضرائب ممكن تستفاد منها بالمستقبل. كل هاي الأمور راح أشرحها حتى أنت كشخص تقيم الأمور، هل الموضوع يستحق أنه أنت تسافر، لو الموضوع أنه مثلا تدفع ضرائب هواية، ما يحبقى لك شيء من الراتب. كل هاي الأمور أنت تحددها وتاخذ القرار المناسب اللي يفيدك. فابقوا وياي راح أشرح لكم الموضوع خطوة بخطوة كل ما يخص الضرائب في ألمانيا. توجد في ألمانيا أكثر من 40 فئة ضريبية، أوكي؟ بس إحنا راح نشرح 6 فئات ضريبية منها هي تهم للناس اللي تشتغل في ألمانيا، سواء تدريب مهني، سواء دوال شوديوم، سواء نورمال انجشتيلته يعني موظفين عاديين بشركات. فهذول الناس عندهم 6 فئات ضريبية في ألمانيا. مثل ما تعرفون الضريبة في ألمانيا تتراوح بين ال 14% إلى ال 45% حسب الحالة الاجتماعية كل شخص، إذا كان متزوج، إذا كان أعزب، إذا كان عنده أطفال، إذا ما عنده أطفال. كل هاي الأمور تعتمد عليها ايش قد ياخذون من عندك ضرائب وايش قد يحق لك شهريا حتى تقدر تأجر شقة، تعيش نفسك، انترنت تسافر بيه، كل هاي الأمور. فخلينا نبدي بالشتويا كلاسن in Deutschland. مثل ما تشوفون هنا عندنا 6 فئات ضريبية في ألمانيا: الشتويا كلاسة 1، الشتويا كلاسة 2، الشتويا كلاسة 3، 4، 5، 6. الشتويا كلاسة 1 هي للناس ليدك أو كندلوس، اللي هم للناس العزاب وما عندهم أطفال. الشتويا كلاسة 2 اللي هم للناس المنفصلين وعندهم أطفال، فياخذون هاي الفئة الضريبية. الشتويا كلاسة 3 اللي هم الفيرهايراتد كلاسن 3 بلس 5، اللي هم للناس المتزوجين، يعني مثلا الزوج ياخذ 3 والزوجة تاخذ 5، أو بالعكس حسب ايش قد تستلمون راتب، يا هو الراتب أعلى الزوج لو الزوجة. فأنت عندك الإمكانية أنت تختار 3 وزوجتك تاخذ 5 مثلا، أو أنت تختار 5 وزوجتك تاخذ 3. في حالة الزوجة ما تشتغل فأنت بهاي الحالة راح تاخذ 3 وهي 5، هي ما راح تدفع ضرائب وأنت راح تدفع ضرائب قليلة في ألمانيا. الاشتراك كلاسة فيها اللي هم للناس المتزوجين ويستلمون تقريبا نفس الراتب، يعني الزوجة تستلم 4500 يورو والزوج يستلم مثلا 4300 يورو، فهذا الراتب تقريبا متقارب. فانت عندك الامكانيه ما تاخذ 3 و5، تقدر تقول لهم انا اريد الاشتراك كلاسه فيها، يعني اشتراك كلاسه 4 وزوجتي كذلك رقم 4. الاشتراك كلاسه 5 هم مثل ما قلت لكم نفس الاشتراك 3 اللي هم يدفعون اكثر ضرائب. ففي حالة الزوج يستلم 4500، فبهاي الحالة راح ياخذ الاشتراك كلاسة غاي لأنه حيدفع أقل ضرائب. أوكي. أما الزوجة بهاي الحالة راح تدفع ضريبة عالية لكن راتبها قليل، فما راح ياخذون من عندها الضريبة الهواية. الاشتراك كلاسة رقم 6 اللي هم للناس اللي يشتغلون، يعني موظف بشركة وعنده عمل ثاني، يعني بعد ما يجي من الدوام عنده مثلا نيبن جوب يصرفوا له هنا في ألمانيا. أوكي. فعنده شغلين فيحسبوه على الاشتراك كلاسة رقم 6. فهسه فهمنا شنو الفئات الضريبية الموجودة في ألمانيا. خلي نروح للحاسبة مالتنا. هاي الحاسبة تحسب لنا اني كاشتراك كلاسة 1 او اني كالفئة الضريبية رقم 1 ايش قد استلم راتب وايش قد ياخذون من عندي والمن يروح هذا الراتب. اوكي. فنروح للحاسبة مالتنا. اوكي. هنا البوندسلاند نختارها، اي ولاية انت تشتغل او ساكن موجودة في المانيا 16 ولاية. مثلا انا اختار ولاية هيسن، طبعا الاختلاف بين الولايات هو قليل بالنسبة للضريبة، لكن لازم تحدد انت الولاية اللي انت ساكن بيها او تشتغل بيها. اني مثلا ساكن بولاية هيسن احددها هنا بروتونيتو. هنا اقول له اني استلم مثلا 4500 يورو شهريا. اوكي.
هنا يقول لك الشتويا كلاسه لازم تختاره. عندنا قلنا من 1 ل6، فانت شخص اعزب ما متزوج او انتي ما متزوجة تختارون الفئة الضريبية رقم 1. هنا عندنا الكيرشنشتويا اللي هم ضريبة الكنيسة. الألمان بصورة عامة يدفعون هاي الضريبة، فإذا تحدد هذا الشيء انتبه على هاي، راح ياخذون منك 66 يورو لهاي الضريبة. بما انه احنا مسلمين معفين من هاي الضريبة، فنوخر هذا التفعيل من عندها وما ندفع لهاي الضريبة اللي هو 0 يورو. اوكي، فهسه نجي للأجيبنسة مالتنا. راتبنا بروتو جيهالت اللي هو 4500 يورو. اللون شتويا ياخذون 734 يورو، تقريبا 17% من ال 4500. زين، هسه لمن تروح هاي اللون شتويا شنو نستفاد من عندها؟ ليش ياخذون لون شتويا؟ فكل هاي الامور راح اشرح لكم اياها. اللون شتويا هي تروح لبناء الشوارع وتجديدها، تروح تمويل المدارس والجامعات، تروح للاجئين، تروح ديون وطنية في حالة الدولة عليها ديون الدولة ثانية، تروح للجيش للشرطة. مختصر مفيد، هاي الضريبة اي شيء تشوفه انت خارج بيتك، يعني اول ما سد باب الشقة مالتك او باب البيت مالتك راح تشوف الشوارع نظيفة، شوارع ما محفرة، عندك بناء حدائق، بناء مدارس جديدة، تمويل الجامعات، كل هاي الامور تحت اطار الشتويا او اللون شتويا. اوكي، فهاي اللون شتويا انت تدفع لها كشخص ما متزوج، تدفع لها تقريبا 17%، وهاي تروح للدولة. اللي هو الجزامت ابتسوق شتويا ياخذون من عندك 734 يورو و50 سنت، هاي راح تروح للدولة مثل ما شرحت لكم المن تروح هاي اللون شتويا. هسه نجي على الشغلات اللي استفاد اني منها سواء هسه او بالمستقبل. خلينا نبدي. الكرانكن فيرزيشرونك اللي هو التأمين الصحي، اني حدفع له من راتبي 328 يورو و50 سنت. التأمين الصحي بألمانيا، سواء انت رحت عيادة، رحت مستشفى، في حالة طوارئ، مجرد تعطيهم الكارت مال التأمين الصحي مالتك، والتأمين الصحي هو يدفع لهم الفلوس. انت ما تدفع ولا فلس، لان انت عندك تأمين صحي بألمانيا. طبعا التأمين الصحي بألمانيا هو اجباري مختياري لكل شخص مقيم في ألمانيا لازم عنده تأمين صحي. فراح تدفع من راتبك انت 328 يورو و50 سنت في حال مثلا رحت عيادة اسنان، من اصغر عيادة الى اكبر عيادة يتحملها التأمين الصحي بألمانيا، طبعا بكل اوروبا همينه. هسه نجي على البفليجا فيرزيشرونك. شنو البفليجا فيرزيشرونك؟ اللي هو رعاية المسنين للناس الكبار هنا بألمانيا وما عندها احد مثلا يقوم باحتياجاتها، فتروح الى مكان اسمه رعاية المسنين. هذا رعاية المسنين موجودين اطباء، موجودين ممرضين يساعدون هذول الاشخاص ويلبون احتياجاتهم. فاني كشخص اشتغل بالمانيا لازم ادفع 84 يورو 38 سنت شهريا لهذا التأمين، حتى بالمستقبل من نحتاج احد انه اني دافع له هذا التأمين وماكو داعي ادفع فلوس اضافية للمستقبل. التأمين الثالث اللي هو الرينتن فيرزيشرونك اللي هو تأمين التقاعد. شقد راح ادفع له؟ 418 يورو 50 سنت. هذا تأمين التقاعد لكل شخص بألمانيا يشتغل لازم يدفع تأمين التقاعد، حتى باكر عقبه من يصير عمره 67 سنة تجي هذا التأمين يا اما شهريا يا اما يقول اني اريد استلمه دفعة واحدة حسب قرار الشخص. التأمين الرابع اللي هو Arbeitslosversicherung. شنو الأربايتلوسفيرزيشرونج؟ مثل ما تعرفون ألمانيا هو نظام تكافل اجتماعي، يعني الناس اللي تشتغل تساعد من رواتبها الناس اللي فقدت عملها أو الناس اللي هم على الجوب سنتر، فأنا أدفع لهم من راتبي 58 يورو حتى تمشي حياتهم اليومية لحد ما يحصلون شغل جديد. فشقد أنا حدفع جزامت أبتسوق سوشيال فيرزيشرونج اللي هو 889 و88 سنت. هاي 889 و88 سنت هاي كلها العائد إلك سواء حاليا أو بالمستقبل.
اما اللون اشتويا اللي هو 734 هاي راح تروح للدولة. ومثل ما قلت لكم المن تروح هاي شغلات. هسه ايش قد يحصفالي اني نيتو فردينست؟ يحصفالي من ال 4500 يورو قصوا 734 وقصوا 889 يحصفالي 2875. هاي ال 2875 صافي. اوكي، راح اجر بيها شقة، اكل، شرب، انترنت، حياتك اليومية. اوكي، كلها 2875 يورو ينزل لك على الكونتو او على الحساب مال البنك مالتك شهريا. هسه خلينا نقول في حالة شخص متزوج سواء عنده اطفال ما عنده اطفال، هو اشترى كلاسة غاي يستلم راتب 4500 يورو. ايش قد راح ياخذون منه لون اشتويا؟ 388. بينما لاحظ وياي الاشتويا ايس راح ياخذ منه 734. اوكي، فانت راح تدفع اللون اشتويا فقط 388 لان انت اشتري كلاسة غاي او الفئة الضريبية رقم 3. اما السوشيال فيرجن راح تدفع نفسه تقريبا. الفرق بين الاشتويا كلاسة 1 و3، الاشتويا كلاسة 1 راح تدفع 17% من راتبك للون اشتويا. اوكي، اما في حالة انت الفئة الضريبية رقم 3 راح تدفع انت 8% من راتبك. لاحظ ايش قد راح يصفالك انت نيتو فردينست 3228. اوكي، بينما اذا انت واحد 2875. طبعا اكو معلومة كلش حلوة بالنسبة لصاحب العمل. يعني هسه احنا قلنا انت تدفع الكرانكن فيرزيشرونج 328، بفليجا فيرزيشرونج 84، الرينت فيرزيشرونج اللي هو 418، والارباتلوس فيرزيشرونج 58. هاي الضرائب بالنسبة للكرانكن فيرزيشرونج والرينت فيرزيشرونج والبفليجا فيرزيشرونج يدفع لك اياها ايضا الاربات جيبه اللي هو صاحب العمل او صاحب الشركة. يعني انت تدفع كشخص للتأمين الصحي 328 وهو يدفع لك ايضا 328. يعني بالنهاية انت تدفع كشخص 328 هاي انت دفعتها، و328 يدفع لك اياها صاحب العمل. كذلك بالنسبة للتأمين التقاعدي انت تدفع 418، هو يدفع 418 من جيبه، مجموع يروح لدائرة التأمين مال التقاعد 830 او 836 يورو شهريا. هاي الدائرة كل ألمانيا موجود اسمه فتشي الكندر جيلد اللي هو راتب الطفل. الطفل من هو بطن أمه يستلم مبلغ من أول يوم يجي بالدنيا إلى راتب لحد ما يصير عمره 18 سنة. ايش قد يستلم راتب؟ يستلم 250 يورو شهريا. طبعا هذا الراتب ينزل له صافي للطفل، ينزل على الحساب مالتك او على الحساب مال امه 250 يورو شهريا، وهذا الراتب ما له علاقة بالضرائب. يعني انت تستلم من راتبك 3221 تحسب 250 مال الطفل اللي هو تلبي احتياجاته، تحسبه ويا هذا الراتب تقريبا يصير 3500 يورو انت ينزل لك شهريا تأجر بيها وتعيش نفسك كل هاي الامور. فان شاء الله هسه افتهمتوا لوين تروح هاي الضرائب، شنو ممكن نستفاد من هاي الضرائب بالمستقبل، حتى تكون فكرة انت اساسية انه اني شخص تفيدني اجي بالمانيا ما تفيدني باجي بالمانيا، ايش قد راح يبقى لي راتب. انتظروني بفيديو جديد. اذا عندكم مواضيع ثانية تحبون نشرحها اكتبوا لي بالتعليقات ان شاء الله على وقت فراغي اشرح لكم اياها. تحياتي لكم، مع السلامة.